عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطي لي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى هعمل معاكم الشاورما مع شوط الجماهير بابسط الامكانيات وباقل حاجه ان شاء الله هنعملها النهارده، وبطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. هتطلع الطعم بتاعت المحلات بالظبط وبالسنتي. تمام. اول حاجه كده هنبدا على طول بالمقادير. عندي اول حاجه دي خلطه شاورما بجيبها من عند العطار. بروح اقول له عايزه خلطه شاورما. تمام. دي بيبقى فيها كل التوابل اللي محتاجاها الشاورما. تمام. وهتلخص عليا كتير بصراحه. عندي هنا بانيه مقطعاه حتت كده رفيعه، تقطيعه الشاورما. تمام. عندي هنا فلفل وطماطم متقطعينهم، متقطعين حتت رفيعه. عندي البقدونس، عندي زبادي، وعندي هنا معلقتين زبادي. هي الخلطة لازم يتحط فيها ايه؟ زبادي. تمام. زبادي بلدي على فكرة. هبدأ بقى. اول حاجة عندي هنا ان انا هعمل ايه، هجيب طبق بولة يعني كبيرة شوية عشان اقلب فيها كل المقادير. هنا عندي البولة كده زي ما انتم شايفين. هنزل هنا بالفراخ، هنزل عليها بالتتبيله اللي هي بتاعت الشاورما. هنزل بالزبادي. هي مش محتاجه كده ملح، هي عليها ملحها وعليها كل حاجه. هبدا ان انا اقلب بالشكل ده كده لحد لما كل التتبيله زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا اهو، كل التتبيله تاخد، قصدي كل الفراخ تاخد من كل التتبيله. ده ان انا اقلبها بالشكل ده كده اهو لما كلها تاخد الطعم بتاع الزبادي والتتبيله وكل حاجه. هي بكل سهوله خالص اتقلبت اهي. تمام. دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ بعد ما قلبتها كده هسيبها في التلاجة مثلا زي ربع ساعه كده، بحيث ان هي ايه، الفراخ تشرب التتبيله وتبقى جاهزه ان هي تستوي على النار. دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ بعد ما قلبتها وبقت كلها كده جاهزه اهي، هدخلها في التلاجة وبعدين ربع ساعه كده، وبعد كده ايه، هطلعها تستوي على النار على طول. تمام. يلا بينا ندخلها التلاجة. بصوا بقى، عندي هنا طاسه على النار، حطيت فيها شويه زيت. تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي قعدت مثلا بتاع زي تلت ساعه كده، سبت التتبيله في التلاجة بحيث ان هي ايه، تشرب منها. تمام. دلوقتي هعمل ايه، هستنى الطاسه تسخن شويه، بعد كده هنزل فيها بالفراخ اللي هي متقطعه شاورما. بصوا بقى، ادي الخليط اهوت هحطه. انا عايزه اقول لكم الزيت سخن قوي لدرجه ان انا لسه بحط المعلقه لقيته طرطش زيت كتير قوي كده يعني. دلوقتي بقى انا هعمل ايه، انا هحط الخليط ده كله هنا. هو ده الصوت اللي انا عايزاه. بصوا عشان ما تنزلش ميتها انا مش هقلب، انا هوزعها بس في الطاسه كده. بصوا اهو. تمام. عايزه اقول لكم التتبيله والخلطه ديت كلها معموله على نص كيلو بانيه. علشان بس ايه، الناس تبقى عارفه هتجيب التتبيله قد ايه على بانيه قد ايه. هي انا عملتها على نص كيلو بانيه عشان يبقى الطعم مظبوط وحلو. تمام. انا كده وزعتها، هسيبها شويه مش هقلبها عشان كل ما بتتقلب الفراخ كل ما بتنزل ميتها. اسيبها كده شويه، بعد كده هروح قلبها على الوش التاني. تمام. هسيبكم بقى دلوقتي علشان استناها بس تاخد لون وارجع ايه اقلبها على الوش التاني. بصوا انا كده قلبتها على الوش التاني. بصوا ولا نزلت ميه ولا اي حاجه. بصوا ده كل زيت اهوت، ولا ميه ولا اي حاجه، ما نزلتش ميه خالص. طالما انا ما قعدتش اقلب فيها مش هتنزل ميه. تمام. بصوا بقى، بصوا ما هي بتستوي كده هنزل بالطماطم والفلفل. ممكن اقطع بصل كمان معاها، بس عشان الولاد مش بيحبوا البصل وكده فانا مش هحط بصل. بس طبعا موضوع الخضار ده اختياري، عايزين تحطوا خضار حطوا، مش عايزين
براحتكم، بس هي بصراحه الخضار بيودي الشاورما في حته تانية خالص بصراحه. تمام. دلوقتي بقى هحط معاهم البقدونس، هبدا ان انا اقلب. بصوا بقى هي كده بعد ما قلبتها، بصوا يا جماعه الالوان مع بعضيها شكلها بجد يفتح النفس. عايزه اقول لكم ريحتها زي بالظبط لما نبقى رايحين محل شاورما، نفس الريحه بالملي بالسنتي، والله يا جماعه نفس الريحه بالظبط. هبدا بقى ان انا ايه اقلبها كده علشان ايه كل الخضار يستوي مع الفراخ. هسيبها شويه على النار وبعد كده ايه هرجع لكم تاني تكون بدات تستوي. تمام. علشان ايه نبدا نقدم. وبكده بقى الشاورما تبقى جاهزه يا جماعه للاكل. بصوا بصوا تحفه تحفه. بصوا بقى انا هنا عندي ده الطبق اللي هقدم فيه دلوقتي، حاطه فيه شويه مخلل كده اهو. عندي بقى توميه انا جايباها جاهزه من محل بتاع اكل سوري وكده. انا ما عملتهاش انا في البيت لاني ايه هعملها لكم ان شاء الله في فيديو تاني، بس انا صراحه النهارده مستعجله فعشان كده ما استنيتش ان انا ايه اعملها انا، فانا جبتها جاهزه النهارده. عندي بقى الكايزر اللي انا هعمل فيه ايه سندوتشات الشاورما. يلا بينا نشوف هنقدمها ازاي. هجيب بقى الكايزر كده هفتحه كده اهو. عايزه اقول لكم بالكايزر تحفه، وهم عايزين تجيبوا عيش سوري وتعملوه ماشي مش هيقول لا. هجيب عندي التوميه هفتحها كده اهو. بصوا هحطها في الوش كده عشان ابدا ان انا ايه اخد منها معلقه نضيفه كده، وهروح واخده كده جزء كده اهو اهو، لان انا اوزعها كده. وهروح واخده من الشاورما واروح حاطه هنا كده. انا بحاول ان انا اقرب لكم عشان تشوفوا الجمال عامل ازاي. بصوا بصوا شايفين الجمال يا جماعه؟ الريحه يا لهوي على الريحه، ولا الطعم يا نهار ازرق. بصوا سندوتش شاورما شاريينه من بره بالشيء الفلاني اهو. بصوا يا نهار ازرق على الجمال يا لهوي. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دلوقتي وتشوفوا بقى الطعم عامل ازاي، تجربوه. تمام. هعمل بقى تاني دلوقتي عشان الولاد كمان بالتوميه كده. جربوا بقى الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها ايه، بجد بجد هتفرق جدا وهتوفر لكم كتير جدا. انا يمكن ب8 سندوتشين مثلا شاورما عملت للبيت كله كميه كبيره، وهياكلوا لحد لما يتنفخوا منها ويشبعوا. بصوا بصوا ماشي. هبدأ بقى ان انا ايه اقدمه. شايفين الجمال؟ المخلل بينزل ميته. بصوا تعالوا بقى ايه نصوره كده. بصوا الجمال. بصوا السندوتش وهم تحفه. وبكده بقى تكون خلصنا فيديو النهارده. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، سهله سريعه مش مكلفه كتير. لو حسبتوها هتلاقوا ان هتعملوا كميه كبيره ما شاء الله بتمن مثلا سندوتشين ولا حاجه من اللي بنجيبهم من المحلات. جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم فيها ايه، ويا رب تعجبكم. سيبكم بقى عشان اروح اكل الشاورما الجامده جدا دي، ومع السلامه.